في مشواره الكروي كانت مسيرة بنزيما مليئة بالمصاعب والعراقيل التي استطاع أن يذللها بالكثير من العزيمة مع ناديه أو بشكل أكبر في منتخب فرنسا. رحلة الصعود إلى القمة لم تكن سهلة على الطفل الذي نشأ في ضاحية برون، إحدى المناطق الشعبية في مدينة ليون، مع والده حفيظ وأمه مليكة و7 أخوة وأخوات آخرين. عند بلوغه 9 انضم الفتى المولود يوم 19 من ديسمبر في عام 87 إلى براعم نادي برون، وكان العام 97 أول منعرج في مشواره الكروي إثر مباراة جمعت فريقه بنادي أولمبيك ليون، وشهدت تألقه بشكل لفت اهتمام مسؤولي النادي الفرنسي الذين قرروا ضمه دون تردد. وتدرج بنزيما في الفئات الناشئة في أولمبيك ليون مقدما عروضا لافتة بين عامي 97 و2005. كان تاريخ توقيع أول عقد احتراف مع النادي مدته 3 سنوات، ولم يكن حينها قد تجاوز سن 17 عاما. وحينها كان جون ميشيل رئيس ليون ومن مشاهير الكرة الفرنسية، وواحد ممن حفزوا بنزيما وآمنوا بقدراته على أن يكون واحدا من أفضل لاعبي العالم، خصوصا عندما شاهد أرقامه الواعدة حين سجل 12 هدفا في 14 مباراة. خميس الفريق الرديف لليون موسم 2004-2005. قضى بنزيما 4 أعوام مع ليون بين 2005 و2009، وهي الفترة التي شهدت سيطرة هي أقرب للاكتساح لنادي ليون على الكرة الفرنسية. بعد ذلك اختار مغادرة ملعب جيرلان نحو مسيرة أرحب بكثير، نحو مسيرة كان عنوانها الأبرز مجاورة أشهر نجوم كرة القدم على غرار البرازيلي كاكا والبرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني تشابي ألونسو. ومع انطلاق مسيرته في الريال في يوليو 2009 بدأ من الطبيعي أن تنحسر الأضواء عن هذا المهاجم الفرنسي صاحب 21 عام، فقد حظى رونالدو كل الأنظار في تلك الفترة، ولم يكن بنزيما يجد اهتماما كبيرا من جماهير الملكي عند تقديمه في ملعب سانتياغو برنابيو، وهو الذي حل رابعا ضمن صفقات الميرينج بقيمة 35 مليون يورو. لم يجد بنزيما فرصته الكاملة في بدايته مع الريال في ظل وجود أيقونة الملك وهدافه التاريخي راؤول غونزاليس والأرجنتيني غونزالو هيغوايين، بجانب قدوم كريستيانو رونالدو، مما جعله خارج حسابات المدرب مانويل بلغريني في أول موسم له في مدريد. اختصرت مشاركة 11-2012 نجح بنزيما في تسجيل 21 هدفا في الدوري الإسباني و7 أهداف في دوري أبطال أوروبا. كما نجح في موسم 2013-2014 وسجل 24 هدفا في كل المسابقات. في موسم شهد تتويج الميرينج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2002. كان عام 2018 الأصعب على بنزيما على المستوى الشخصي، إذ لم يسجل سوى 5 أهداف بالدوري المحلي بجانب 5 أخرى في دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي أحرز الملك لقبها آنذاك للمرة الثالثة تواليا وال13 في تاريخه. في ذلك الوقت خرج اللاعب عن صمته قائلا: أنا موجود في أفضل فريق بالعالم، لدينا مجموعة من اللاعبين الذين يشكلون ركائز المجموعة، نتطلع لتحقيق نتائج باهرة الموسم الجديد. وكان النجم ذو الأصول الجزائرية عند وعده لمشجعي الريال، فبعد سنوات عاش خلالها مع رونالدو انتفض بنزيما ليحلق عاليا ويصبح الأقرب لقلوب عشاق الميرينجي، إذ تمكن أول موسم بعد عهد كريستيانو رونالدو من تسجيل 21 هدفا في الليغا، كما سجل مثلها الموسم التالي قبل أن يحقق 23 هدفا موسم 2020-2021. وفي موسم 2021-2022 بلغ بنزيما ذروة تألقه ونجاعته، وكان حضوره بارزا في تتويج الريال بالدوري الإسباني مسجلا 27 هدفا. لكن الأعظم من ذلك تلك القوة التي ظهرت في أدائه بدوري أبطال أوروبا، عندما سجل 15 هدفا ليقود الريال نحو التتويج باللقب للمرة 14 في تاريخ النادي والخامسة في سجله الشخصي، بعد مباريات راسخة تألق فيها أمام تشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول. خرج بنزيما نهائيا من جلباب كريستيانو وصنع لنفسه مجدا كبيرا جعل الصحف الفرنسية تهلهل لعروضه بعد أن هاجمته طويلا، في وقت كان فيه رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر يمنحه كل الإشادة بقوله إن بنزيما اللاعب الأقل تقديرا واعترافا بمكانته. وفي مسيرته مع الريال سجل بنزيما حتى هذه اللحظة 328 هدفا في 615 مباراة، ما توج ب23 لقب،
ليحتل المركز الثالث في قوائم تكسر اللاعبين تتويجا مع ريال مدريد خلف خينتو والبرازيلي مارسيلو. وبهذه النتائج الباهرة وبهذا الأداء المقنع الذي قدمه بنزيما مع ريال مدريد، حصل كريم على الكرة الذهبية لنسختها 66.